السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القرن ال19 فيه كتاب سحر جنن العلماء والباحثين كذا سنة، وعلشان كده سموه كتاب الموت، أو الكتاب الذي يقتل صاحبه، أو الكتاب الذي يقتل من يقرأه. ومفيش حد عارف تاريخ تأليفه ولا الهدف من تأليفه، هم عرفوا بس المؤلف، وده مشكوك فيه كمان. ومن أسوأ ما في الكتاب إن كل اللي قراه مات موتة بشعة ومريبة، ومش معروف بالظبط هو قتل كام شخص. كل الباحثين والدارسين اللي اهتموا بتحليل الكتاب ده وقبل ما يموتوا قالوا ان فيه طلاسم غامضة جدا، اي حد يعرف يفك شفرتها هيمتلك قوة سحرية لا تقاوم، ويقدر كمان يمتلك تعويذات سحرية قوية جدا من السحر الاسود. طب ايه بقى قصة الكتاب ده؟ هقولك بس ثواني بعد المقدمة. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومة من الفيديو ده ادعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. بتبدأ حكاية الكتاب مع عالم الرياضيات جون دي بتاريخ 10 مارس 1552، لما جون دي شاف مخطوطة فيها كلام غريب ومش مفهوم بالنسبة له خالص. جون دي في الأول افتكرها معادلة حسابية عاملها عالم قديم ومات، وقرر يفك لغز المسألة الحسابية دي، ولما معرفش يوصل معاها لأي حل استعان بمجموعة من علماء الرياضيات في الوقت ده، وكان من ضمنهم روبرت ريكورد اللي اخترع علامة تساوي، وبرضه ما وصلوش لأي حاجة، ولا فاهمين دي ايه، ولا هي رموز رياضية قديمة، ولا جه في بالهم أي حاجة تخص السحر. فجون دي قرر يقعد لأم المخطوطة دي ويحل لغز أمها. تقولش الشامبليون وحجر رشيد يا أخويا؟ وبعد فترة طويلة قوي من البحث خرج وقال للناس كلام صدمهم فيه كعلم رياضيات مرموق ومستشار الملكة إليزابيث الأولى. قال إيه بقى يا عمك جون؟ قال أنا اتكلمت مع ملاك اسمه أوريل. مع مين يا عينيا؟ كفايه محدش يرصله تاني، هو كده زي الفل. ده مش مميز الملايكه من الجن يابا، اكيد يعني مفيش ملاك هينزل يعلمك السحر الاسود وفك طلاسم والغاز كتاب سحر. ده جن طبعا يا حاج جندي، بس انت كنت متقل العيال شويه. المهم عبط بعبط بقى. قالك ايه الملاك اوريل ده؟ قال ان الملاك قال له ان المخطوطه دي مش صنع البشر. يا صلاه النبي، امال مين يا ابن اللي عملها؟ طبعها البنك المركزي مثلا؟ قال لك لا، دي من ايام ادم وبتحمل قوة خفية بتنقلها عبر الأزمان. فيه ناس قالت إن عبارة عن دراسة لاتينية مشفرة برموز مش مفهوم، وبيحتوي على مجموعة من الحروف والطلاسم الغامضة، وعدد صفحاتها 36 صفحة، وآخر صفحة فيهم بتحتوي على تعويذات سحرية فيها قوة خارقة في مجال السحر الأسود وفي سحر أبيض. الغريب بقى إن بعد وفاة جون دي المخطوطة اختفت تماما لمدة 4 قرون، يعني تقريبا 400 سنة، وظهر التاني سنة 1994، يعني قريب وفي وقتنا ده. بس ظهرت مخطوطتين مش مخطوطة واحدة فيهم في المكتبة البريطانية في لندن، والتانية في مكتبة بودني في جامعة اكسفورد. طب ايه بقى اللي في الكتاب ده وايه هي اسراره؟ الكتاب بيتكون في معظم صفحاته والمصفوفات عبارة عن ارقام وحروف، وبتحتوي على 40,000 حرف، ومعظم النصوص مش واضحة باستثناء بعض الاجزاء مكتوبة باللغة اللاتينية. الكتاب فيه تعويذات سحرية هدفها استحضار الشياطين او الملائكة وفقا للتعويذة المستخدمة يعني، ووفقا للي قالوه اكيد مش صح يعني ان في ملاك هينزل يأذي حد. ولسه برضه من الصعب برضه لحد دلوقتي ان حد يفك رموزه او محتواه بدقة. لكن بقى باقي الصفحات مليانة برموز وطلاسم ورسوم وجداول غريبة بتبان كده للوهلة الاولى وكأنها مخصصة لاغراض السحر الاسود والشعوذة، وفي ناس شايفينها رسائل مشفرة بتنتمي لعالم التنجيم والفلك والابراج. ونيجي بقى للعنة الكتاب. الابحاث اللي اتعملت على الكتاب اكتشفت ان حيازة كتاب سويجا لفترة طويلة كانت سبب لموت ملاكه بطريقة بشعة وغامضة نتيجة محاولتهم لفك الغاز الكتاب او استغلال سحره. ومن بين الحكايات المأساوية دي تم اطلاق اللقب ده على الكتاب الذي يقتل صاحبه، وده من خلال لعنة الفكفوجة. تطلع ايه الفكفوجة دي بقى؟
الفكفوجة رغم ان اسمها شكله هزء ويضحك، بس دي لعنة معقدة مستحيل حد يفك طلاسمها، وبتقتل اللي قرا الكتاب بالكامل بعد ساعتين بس، ومحدش نيجي منها غير 2% بس من اللي خاضوا تجربة امتلاك الكتاب وقروه بالكامل، وطبعا ده مقارنة باللي اكتشفوه. ولحد دلوقتي كتاب الدارية او السويجة محدش فك طلاسمه ولا استوعب معانيه، وبيعتبر واحد من بين اقدم الكتب التاريخية القديمة اللي بتنتمي الى هذا النوع من كتب السحر الاسود، اللي كله غموض وحواليه كذا سؤال عن سبب كتابته والهدف من كتابته او نفعها او الجمهور المستهدف منها. والكتب دي بتيجي من حضارات متنوعة عبر العالم، وكلها بتتحد في سمة واحدة وهي الغموض المطلق. طب اكتشفوا بقى كم حالة ماتت بسببه؟ اللي اكتشفوهم 26 حالة، لكن مش دول بس اللي موتهم الكتاب موت اكتر من كده، لكن اللي هم عرفوهم بشكل اكيد 26 حالة اظهرتها الابحاث اللي هم عملوها، ومعظمها لمراهقين ورجال دين حبوا يستغلوا الكتاب لعمل سحر لسيدات الطبقة الراقية. بس اشهر الحالات دي هم الطالبة فيكي ستون، ودي اهلها قالوا انها رجعت ودخلت على غرفتها بشكل مش عادي، ولما والدتها سألتها هتاكل ولا لا بعد ما رجعت من بره قالت لها لا، فسابتها. وبعد 4 ساعات امها دخلت عليها لقتها ميتة ومشنوقة في غرفتها ومنتحرة ومتدلدلة من الحبل. والحالة التانية لرجل دين كاثوليكي اقنع سيدة من سيدات الطبقة الراقية انه خلاص لقى الكتاب اللي هيحللها مشكلتها مع جوزها الثري، وراح لها بالكتاب. والخدم في البيت قالوا ان السيدة طلبت عدم الازعاج، بس بعد اكتر من ساعتين الغرفة انفجرت بالقسيس والسيدة ومفضلش لجسمهم اي اثر. والحالة الثالثة لست عجوزة من روسيا حبت تستغل الكتاب وفعلا جابته، وبرضه طلبت من ولادها محدش يزعجها. بعدها بساعتين خرجت لهم بتصوت ولحم وشها بيقع لحد ما وقعت ميتة قدامهم بدون اي سبب طبي. والحالة الرابعة رغم ظرافة القصة بس هي انتهت بجد بمأساة. واحد بريطاني حب بنت ألمانية وما كانش عارف يوصل لها، فجاله صديق ليه وقال له معايا كتاب هيوديك لها او هيجيبها لك، وفعلا قعدوا هما الاتنين يقروه، وفعلا لقوا نفسهم في ألمانيا، بس لقوا نفسهم عريانين، والناس صوتت واتلمت عليهم، وحبيبته شافته فعلا وجريت عليه تغطيه، بس الألمان اعتبروهم 3 جواسيس لحساب بريطانيا واتعدم هو وصاحبه وحبيبته. الكتاب في المجمل لسه غامض، وفيه ناس بتقول انه جوندي هو اللي كتبه بنفسه. عموما فيه فروق صغيرة بين النسختين اللي موجودين في المكتبة البريطانية ومكتبة بودني في جامعة اكسفورد، وده بيثير الجدل بين الباحثين عن هوية كاتب الكتاب، هل هو نفس الشخص ولا شخصين مختلفين. نسخة مكتبة بودني اللي في اكسفورد متكونة من 197 صفحة ومتقسمة ل4 أقسام. القسم الأول اسمه ليبير أندريا وده 95 صفحة، والقسم الثاني 65 صفحة بعنوان ليبير راديو روم، والقسم الثالث صفحتين بس بعنوان ليبير ديسموس، والقسم الرابع متكون من 14 صفحة فيها 36 جدول من حروف مبعثرة ومش مفهومة، والباقي صفحات بدون عنوان. أما بقى النسخة بتاعت مكتبة بريطانيا ففيها عدد أقل كتير من الصفحات 147 صفحة، يعني في 50 صفحة ناقصين، وجزء ليبير راديو روم مكتوب في صفحتين بس، في حين ان هو مكتوب في نسخة مكتبة بودني في اكسفورد في 65 صفحة، وهنا مكتوب في صفحتين بس. وهنا برضو جدول الحروف والرموز اطول واكبر وموجود في 36 صفحة. العلماء قالوا ان الجداول دي هي الطلاسم والرموز اللي جوندي معرفش يحلها، وعلماء تانيين قالوا الجداول دي كتبها جوندي بنفسه اصلا وما كانتش موجودة في الكتاب الاصل، وانها كلام الملاك اللي اتعرف عليه جوندي، وانها كمان اسرار السحر ومعلومات عن علم التنجيم والفلك والابراج. اللي اتفق عليه العلماء هو ان اللي بيمتلك الكتاب ده فترة من الزمن بتحصل له لعنة الفكفوجة وبيموت بطريقة مريبة بعد ساعتين بس من قراءة الكتاب بالكامل، لانه حاول يفك الغاز الكتاب. وبس كده، وسلام عليكم.